شايفين الخبر ده؟ بيقول لك اسراء هتفتح معبر رفح من ناحيتها، وهتسمح لنقل المساعدات الانسانيه للقطاع من ناحيتها. يعني المعبر كان مقفول من ناحيتها، وعشان المساعدات بتقول هتفتحوا من ناحيتها. ام حسن رللم بالعنوان الحسن، وسلامة البرقوقه رلم من كل خازوقه، وسلامتها سلامتها 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 برقوقه. اظن كده اللي مش فاهم اللعبه خلاص فهم. انا بقالي كتير الصراحه ما شفتش مصريين عاملين عظمه بالشكل ده، عظمه كده على مواقع التواصل الاجتماعي، واساتذه في الرد على صفحات المطاريد، نازلين سلخ فيهم ومطلعينهم مسرح. ياه على كده مصر كلها بقت لجنه. لا وكل كوم بقى وشبكه زرط دي كوم تاني عليها حته زرطه في الاخبار، كل يوم تاكل 4 طن كرنب وتيجي تزرط علينا بقى بالاخبار. زي خبر انس برقوقه، بتقول لك برقوقه بيدعو المصريين والجاليات العربيه للتظاهر ضد السيسي في بروكسل. بس بحجه ايه بقى المره دي؟ اكيد عشان ما قفلناش المعبر. انت صح، المفروض احنا ما نقلدش الكيان يفتح المعبر من ناحيته ونقفله احنا بقى. فانا من رايي بقى احنا عايزين نلبي الدعوه دي لبرقوقه، احنا بقى نبعت لك المصريين اللي عندنا كلهم. اقول لك على حاجه ونبعتهم لك ليه ولسه هنضيع وقت؟ انا هتصل لك بقى بالمصريين اللي هيروحوا يروقوا عليك هناك. حبيبي يا بلبل مصر، وصلني اتصالك يا حبيبي وما تقلقش، لا برقوقه ولا اي عجله يقدر يقرب من مصر، وادي الدنيا كلها شافته وهو متكلبش. فشكل الظابط لما روق عليه اخر مره قدام السفاره المصريه عجبه الوضع، فرايح عايز يجرب مره تانية، والدكر يقرب شيروها له يا ابو علي. اهم حاجه يا واد يا برقوقه تغطيها كويس عشان البرقوقه ما تستهواش. حاكم العيال دول انا عارفهم، الواد اللي اسمه احمد ناصر وميدو عبد القادر ايديهم ساقعه، وانا خايف البرقوقه تستهوى. وانت عارف برضو العيال بتوع الشرطه هناك في بلاد بره عندكم ايديهم عامله زي الدوده، بتقعد كده تلغوص في حتت عجيبه. ما انت ضايق وعارف. المشكله بقى اللي هتقابلك اكبر بقى ان هيبقى معاهم المصريين اللي هم فهموا اللعبه صح، فانت متخيل بقى الكل هيلغوص بقى، وكل اللي رايحين دولت هيبقوا هوايتهم المفضله ركوب العجل. واظن مفيش احلى منك عجله ايه على ابوها، استيراد تقفيل مخابرات معاديه، ومعاها قطع غيار محندقه صغنطوطه كده هولندي وبالنضاره بتاعتها. قطع الغيار دي اصلها من الكيان اللي بتديك التعليمات في صوره حجاب، وبتقول لك اجل يا سيدي. هي مش قصدها، هي قصدها تقول لك عجل يا سيدي. متاكد وعارف انت عايز تروح تقف الوقفه دي ليه يا ولا؟ انت حبيت الموضوع قوي يالا برقوقه صح؟ لا ما تقلقش، الناس كلها اللي رايحه هناك دي هتقعد تلغوص جوه في البرقوقه لحد ما تطلع البذره من جوه. فالدعوه عامه يا جماعه لكل شمامين الكله اللي بيمشوا ورا انس برقوقه عامل وقفه في بروكسل. انس ما شاء الله ربنا يبارك له في دماغه، عاملها ضد وقف الحرب وضد دخول المساعدات. عشان كده مش الحرب بس اللي هتقف، لا ده المرتب كمان بتاع برقوقه هيقف، فلازم يشتغل. ده عيل شبه المسمار المتني من كتر الدق. البرسيم اللي انت بتاخده ده مغشوش، الاستفه دي مش تمام، ولا تلاقيك شارب كاسين من المحل اللي شغاله فيه مراتك، محل الخمور يا راجل يا طرطور. احلى حاجه انها بتبيع خمور بالحجاب، دي اكيد خمور شرعيه صح؟ عباره عن ميه برسيم معتقه من ايام حسن البنده، ومعاها المزه بتاعتها بقى شيشه وذره عويجه وفول مدشوش وتب. لا وزاره مسمياه تقول لك الناشط المأجور، العجله اللي من غير جنزير بقى ناشط، قصدك قاشط. ده بيفرشوا له مشمع لحد دلوقتي على السرير عشان بيشخ على نفسه. عرفتوا بقى يا جماعه الاشكال دي هدفها ايه؟ ما الصح مش هتنولوا اللي في دماغكم ولا اللي في ليتكم، انتوا واللي مشغلينكم. مصر كبيره أوي عليكم يا ولا، كان التخين في العالم كله قدر يهز شعره منها. احنا زحفنا اللي مشغلينك على بطونهم لحد ما قلنا في حجرنا. ولا ايه يا ابن انوار؟ ماما حلوه ماما انوار حلوه. وعلى فكره بقى في مفاجاه علشانك يا برقوق، انا جايب لماما عريس، ماما حلوه. وما تقلقش ابوك عم حبيب بقى حبيبنا وسكره، يعني هو راجل بركه لا في ايدها ولا في راس القرد عادي. يعني هو انت عمرك في حياتك سمعت ان في خروف بيغير على اهل بيته؟ قول لنفسك بقى اسمه خروف. انا اعرف خروف النعجه بتاعته عدت على الموساد كله، الواحد مش عايز يتكلم عندنا ولايه، وبعد ما عدت عليهم لبست الطرحه بقى وشغاله عقبال امالتك ما شاء الله اللهم صل على النبي في محل خمور، وجوزها برضه اسمه الخروف، ومعروف هناك في بلدهم هولندا ان هو استغفر الله العظيم، يعني هو حيوان وجماد في نفس الوقت، يعني خروف وعجله، وساعات بيقلب فاكهه. اسمه برقوقه،
ما شاء الله عليه، ماشي ولا همه زي الفوق، خروف ومعتز بنفسه كده ورافع قرنه فوق في السماء، شموخ ولا بيهمه اي حاجه وبيموت في اللغواص. امشي في اي ميدان يلاقي ناس واقفه كتير كده، روح مصدر اللية كله يلغوص. فانت اقنع ماما بقى بالعريس ده، عريس لقطه، ده فيخو هيجهزها من الابره للصاروخ. بس عشان نكون عادلين يعني، معلش يعني، انا انت سبتني احكم، يبقى امك هي اللي عليها الابره، هي وليها شكاكه واحنا عارفين، وهو بقى عليه الصاروخ. ما تدلغيش قوي كده يا انوار، ده فيخو تعبان زي ابنك برضو. لايك صغير كده يا جماعه لو سمحت، وعايز بقى كومنت كبير وعلى قد ما تقدروا شيروها له.